لغة الجسد أو البادي لانجويج زي ما بتسمى، لغة حديثة ولغة عصرية ولغة هامة للتفاهم والتعامل مع الأشخاص. يمكن في المقدمة قلت إن كل اللي أصبح خاطئ، لأنه كانوا دايما بيقولوا لنا إن من الأدب ومن الحياء ومن الذوق إن وانتي بتتكلمي ما تتحركيش كتير، ما يتحركش جسمك كتير، لازم تبقي ثابته كده زي الصنم. النهارده الحقيقه معانا الدكتوره ميسون فيومي، مدرس تنميه الموارد وفن الاتيكيت والبروتوكول، عشان نعرف منها ما هي لغات الجسد وكل اللي احنا عرفناه زمان ده مش حقيقي. ازي حضرتك وكل سنه وحضرتك ربنا يخليك والساده المشاهدين جميعا. انا عن نفسي يعني احبذ واحيي جدا لغه الجسد، لان انا بتكلم بايدي كتير. لا، ما هو اول حاجه هي مش لغه حديثه، هي لغه قديمه جدا. لكن المتعارف عليه دلوقتي ان احنا نحط لها زي الكلمه مثلا، فنحط لها تفسير. ابتدوا يرصدوا علماء الاجتماع وعلماء النفس ان ايه الاشارات اللي بتظهر بترجمتها ايه. لكن هي علم قديم جدا، موجود من زمان جدا. ما ينفعش ان انا اقول ان هو علم حديث، لكن هو اخذ بعض التطورات انه يبقى علم. لكن هو يعني ماشي بالصدفه كعلم وليه اسس وتقسيمات وخضعوا له تجارب. هي اصبحت لغه واصبح ليها كتب واصبح والمفروض ان احنا نتعامل ازاي للتواصل. يعني يمكن زي ما انا قلت في البدايه، يمكن زمان كانوا بيقولوا لنا دايما لا ما ينفعش ان انت البنت خاصه تحرك ايديها، ما ينفعش البنت تتحرك كتير وهي بتتكلم، لا لازم تبقى ثابته، ابتسامه خفيفه. لغه الجسد بتتيح ان كل حاجه في اعضاء جسمنا بتشاركنا الحوار. هي احنا عامه دايما ما بين المرسل والمتلقي في عندنا كذا نوع من انواع. يبقى في طبيعي في رساله، اما انها تكون رساله شفويه، اما انها تكون رساله مقروءه ان انا هقراها، اما انها تكون تعبيرات. فدايما للاسف الشديد معظم بتركز اكتر على الرساله الشفويه. يعني هتلاقي الناس اللي هم بيسموه المثلث الذهبي، يعني ايه؟ ان احنا اثناء ما بنيجي عارفه المثلث بس مقلوب بناخده بالظبط كده. فكل تركيزنا في منطقه العين ومنطقه البق بس. هو ده اللي انا بركز تقول ايه، والبق الكلام طالع مش الحركات البق. اما بس احب في البدايه الفت ان احنا طبيعي واحنا بنتكلم لازم في اعضاء من جسمنا بتتحرك معانا بشكل تلقائي. بتلقائي. تخيلي مثلا انا عامله كده وعامله كده وانا بتكلم، والنهارده جايه وهتكلم عن لقمه. يعني انا هحس ان انا متكتفه. شيء طبيعي ان في تعبيرات تلقائيه بتطلع، بس هي التعبيرات دي مدى التناسق والتناغم نفسه ولا مش متناقض. لان احيانا ممكن يكون في كلام بيتقال قدامي، لكن هو انا لما اجي اترجم الحركات او اترجم التعبيرات الجسديه، لا، واللي انت بتقوله ده مش بعيد تماما عن الواقع. هو ده بقى الفن في لغه الجسد او البادي لانجويج. نعرف بقى لغه الجسد زي ما بيقولوا كده، وخلينا النهارده يا دكتور نبتدي بالفيس، بالوش كده وتعبيراته، والمفروض ان احنا نتعامل ازاي. يعني انا هسمع يعني اكتر. يعني خلاص احنا النهارده هنتكلم في البدايه خالص. احنا معظم حوارنا في حياتنا كلنا من ساعه ما بنصحى بيعتمد اكتر على الشفوي، على التعبير الشفوي. ما بيعتمرش يعني انا مش هتواصل مع ولادي بالورقه والقلم طبعا. مش هتتواصلي حضرتك في الشغل او كده الا بالتعبير الشفوي. فعلماء الاجتماع وعلماء النفس وجدوا اهميه كبيره جدا للعلاقات الانسانيه عن طريق الجسديه. بمعنى دلوقتي احنا لما نيجي نقسم التعبيرات الجسديه، عندنا اول حاجه الالفاظ التعبيريه اللي والكلمات دي بتحتل 7% فقط من مضمون الرساله، و93% بيروح للبادي لانجويج. عندنا متقسم ازاي؟ عندي 37% دي رايحه لنبره الصوت وهتكلم عنها دلوقتي. 55% متقسمه ما بين اللانجويج وبقيه اعضاء الجسد. طيب ايه المقصود بتعبيرات الوجه؟ هم بالظبط عارفه الهلب بتاع السفينه اللي عامل هو بالظبط كده، ان في لغه للجبهه، في لغه للحواجب، بعدين بننزل على العين، يبقى في لغه للمناخير، بعدين في لغه للشفاه، بعدين في لغه ايه للاذن. نفس الهلب بتاع. يعني هل هي لغه يعني تلقائيه ولا هي لغه المفروض احنا نتعلمها؟ هي حركات، في حركات. ايه الفرق ما بين اللفظي وغير اللفظي او التعبيرات الجسديه؟ اللفظي مقصود، انا متعمده دلوقتي كده، فانا متعمده خلاص ده ابدا بارادتي. اما الغير لفظي هو ده انا مش قصداه، بيطلع مني تلقائي. عشان اشرح دي
يعني ايه بيطلع مني تلقائي؟ عارفه مثلا لما مركب تغرق او طياره لا قدر الله تقع يقول لك بندور على ايه؟ على الصندوق الاسود اللي هو بلاك بوكس. هو ايه علاقه الصندوق ده عندنا احنا كبشر؟ نفس الشيء، احنا عندي صندوق بالظبط كده انا حاطاه ورايا، اي حاجه من وانا طفله صغيره او اديتها. انا دلوقتي في الشغل مثلا مديري قال لي كلمتين انا مش قادره ارد، بعمل ايه؟ بحذف في الصندوق، بفضل اعبي 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 اعبي، بتبقى بدون ما انا اقصدها نهائي، وانا بتكلم وانا بضحك وانا بتعامل مع الشخص اللي مضايقني هيظهر مني ردود افعال تلقائيه. لو هو بقى فاهم هيعرف انا جوايا ايه، لان لغه الجسد دي ايه ميزتها؟ ميزتها اول حاجه انها بتعبر عن اللي جواكي، انت بتفكري في ايه؟ بايه؟ سعيده، مبسوطه؟ طب اللي انت بتقوليه ده صادق ولا مش صادق؟ ايه مدى الصدق في كلامك؟ طب انت فعلا بتحبيني؟ طب انت بتكنيني ايه؟ ديني اكني بصي كده عامله كده اكني انا بقرا اللي هي الاسرع للتفاهم او لمعرفه ما بداخل الاشخاص، يعني طبعا هي وسيله السرعه، هي وسيله من وسائل الاتصال الاجتماعي، بس في نفس الوقت مش بس ان انا بتواصل بيها انا وانت، احنا ممكن نقعد نتكلم انا مركزه في الاشارات، ممكن تكوني حضرتك مركزه في الحوار، فانا ممكن حضرتك تاخدي مني الحوار الله اعلم اذا كنت انا صادقه مش صادقه بتكلم ازاي. انا هم بيعتبروه نوع من انواع تحليل الشخصيه. زي ما انا جيت احلل الطياره مثلا الصندوق الاسود، هي نفس الحكايه، انا بحلل. عشان كده ممكن يعتبرها يعني هي الاكثر صدقا طبعا. طب هل انا مش ممكن اكون بروفيشنال جدا في ان انا اقدر ان انا العب بلغه الجسد متمكنه منها؟ وده دور السياسيين او دور الخطباء، او واحد عايز يكلمني كلام وعايز يبقى يحسسني ان كلامه لازم يتاثر بيه، فهو يملك الحكم بحيث ان هو لما يتكلم انا صدق. بس لو هو مثلا لو انا مش عارفه البادي لانجوج، لكن لو انا اللي قبل ما هو هيقراني انا مركز في الحوار بتاعه بقدر ما انا هركز في التعبيرات الايه الجسديه اللي هو بيعملها. احنا بنقول احنا ممكن لغه عالميه، يعني الناس كلها زي الموسيقى، احنا ممكن نجيب مقطوعه موسيقى دلوقتي، نجيب واحد ياباني واحد صيني واحد من امريكا واحد مصري ايا كان، ما هيعرفوش بعض، اول مره يشوفوا ايه اللغه المشتركه ما بينهم؟ هي النوتة الموسيقيه. كل واحد هياخد النوتة قدامه هيعزف نفس المقطوعه، ما حدش اذا كانوا متمكنين. هي الحكايه التعبيرات الجسديه لكل تعبير ليه اشاره، فبالتالي مهم جدا ان احنا نعرف دي عشان احنا بنتعامل مع ناس عندنا في الشغل، احنا احيانا بنتعامل مع نفسنا، فلازم نبقى انا فاهمه ده الاشخاص يتمكنوا من عارفه اللي هو ايه التلقائيه مني دي مش محتاجه مترجم يعني. طيب هل هي درجات، بمعنى ان مثلا في ناس اوفر قوي بالبادي لانجوج؟ انا كمان عرفت ان هي بتبقى موجوده دلوقتي ضمن الانترفيو الخاص بالشغل، فاكيد ليها اهميه خاصه. ناس وانت بتعملي معاهم الاختبار يقولوا لك لا انت فعلا لغه البادي لانجوج بتاعتك كويسه جدا، فدي صالحه في كذا، ممكن انك تبقي في العلاقات العامه في كذا، يعني ممكن ان هي توظف في وظيفه حسب طبيعه لغه البادي لانجوج بتاعتك. هي مفيده جدا بالنسبه للناس السياسيه جدا، بالنسبه لفن الطبع. لما اجي اقعد مع حد وعايزه اتفاوض معاه على شيء مهم جدا ان انا اكون ممتلكه الترجمه كل اشاره، لاني انا بفرق اذا تعمل عمليه تاكيد يعني بالظبط اكمل حواري ولا ما اكملش الحوار، طب اوقف هنا ولا اكمل، طب اغير الطريقه. لازم برضه نفس الحكايه في الانترفيو. انا ممكن قبل ما احكم على اي حد مجرد ما هو داخل عن مشيته ازاي قعد وهو ابتدى يعمل حركات كده بتدل على ثقه ولا بتدل على عدم ثقه، لان حتى الثقه بالنفس ليها جلسات معينه. واثق من نفسه غير اللي مهزوز ما عندوش ثقه في نفسه، خايف قلقان. انا حتى لو جوايا خوف ورايح اعمل انترفيو المفروض ان انا ما ابينش يعني. وحضرتك قاعده مثلا النهارده بتشوفي الناس بعينين غير كل البشر، انت زي ما كده العين الثاقبه اللي هي من خلالها كل شخص، من خلال فقط البادي لانجوج ولا كمان من خلال الكلام والحوار ان الحوار ما يتعداش جزء من 7% من الرساله. يعني الرساله عندي متقسمه 7% 93%. دي الفاظ كلام ايا كان الكلام اللي انا بقوله. 93% قسميهم بقى نبره الصوت، يعني الناس اللي بيتكلم بصوت عالي طول ما هو بيتكلم صوته عالي من جواه كده ده ما عندوش استقرار نفسي. غير بقى المحاضر، انا بقى هنا لازم الفت نظر اني انا في موقف لما مثلا دلوقتي واحد
جعجعه يعني انا مثلا، بحضر هي دي اللي تبقى صوت عالي، اللي هي الشخص اللي بيجعجع كتير، بيتكلم كتير، بيتكلم وصوته كتير، ده تلاقيه قلبه ابيض قوي بس يجعجع بس صوته عالي بس. لا ده الصوت العالي. لكن لو في حد